عالسلامة ومرحبا بك في الصفحة الرسمية من الأكلات الزمنية والعصرية مع السيدة نيلة. اليوم إن شاء الله باش نعملوا مع بعضنا مدفونة، هي ماكلة زمنية متاع جداتنا وأمهاتنا تعلمناهم احنا منهم. الأساس متاعها هو السلق، هذا السلق، وإلا سبناخ تكون أظرف الورقة ويتباع بالكيلو. السلق يتباع بالقطة ولا بالربطة. هذا السلق متاعنا ناخدوه نفرزوه نغسلوه نقصوه هذا العواد متاعو نقصوه ناخدو الجزء هذا برك العلم نقسموها على 2 على 3 أو بريسيب على 2 على 3 هكا. نقصوه الجيد خاطر باش نقليوه. السلق فما اللي تحب تصمتو لابد هو انه يتصمت ولا يتفور. اللي تحب تصمتو من بعد تعصروا من الماء تحطوا في ماء سخون يعني مدة 3-4 دقائق حتى يتبالوا، من بعد تعصروا بالكدا ما فماش اشكاليه، والا تفوروا. بالنسبه لي انا خديت 6 قطع سلق ولا 6 حزمات سلق باش نستعملها. خديت السلق فورته، هذا السلق هذا 6 قطات سلق فورتهم، بعد عصرتهم الماء بالباهي ان شاء الله باش نقليهم. نحتاجو سلق مفور ولا مسموط نحي الماء نتاعو بالباهي. نحتاجو لحم مفروم باش نعملوه كعابر بنادق. اللحم مفروم انا حطيت له فاح وثوم هريسه تابل وكرويه فلفل اكحل نعناع شويه ملح. من بعد خلطوا الكل في وسط بعضه نعجنوا الكل بالباهي، ومن بعد نكعبوا. هذوما البنادق اللي باش نحطهم في المدفونه. المدفونه باش طيبها باللحم العلوش. هذا لحم علوش نجموا نطيبوها بالبقري، ولابد ان يكون فيها الهرقمه. هذه هرقمه نتاع علوش. هذا سقيم وشويه من الراس انا طيبتهم بالباهي. كيفاش طيبتهم؟ الراس بطبيعته كل اخت تعرف نغسلوه ومن بعد ننظفوه بالباهي. حطيته في طنجره، حطيت عليه الماء، خليته غلى مده 5 دقائق فقط. ومن بعد باش التشوشيت نتاع الراس والسقيم والمراره، خاطر كي نحطوه على طول بدون ما نعملوا العمليه هذه تقعد لنا المرقه مره. كي التشوشيت نتاعو مرينا المرقه. حطيته 5 دقائق غلى شويه مده 5 دقائق فقط. بعد صبيت الماء هذاك كله وعاودت صبيت عليه ماء سخون وخليته يطيب. انا ما حطيت له حتى شيء، لا ملح لا اي نوع من الفاح، خاطر من بعد باش نفور. الملح علاش ما حطيتلوش؟ باش الهرقمه تطيب بسرعه. كان حطيت لها الملح طول في الطياب وتباس شوي. هذا سر اللي ما حطيتلهاش الملح. اللي يقول كل اخت اللي الاخت تحب تحط مثلا سنه ثوم ورقه رن فمش حتى اشكاليه ميسالش. اما انا كيفاش عملته؟ انا على طول العمليه الاولى اللي قلت لكم عليها، ثم من بعد صبيت عليه الماء سخون، حطيته على نار هاديه وخليته يطيب سله 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 حتى طاب بالباهي. هذا الهرقمه كيفاش طيبتها. هذه اللوبيا طيبتها اقل حتى من 4 تطيب، دوب ما حسيتها بدات باش تطيب هكا. حسيتها يعني بدات باش تطرى شويه، اما قعدت صحيحه خاطر باش نطيبها. تو نشوفوها كيفاش. هذا ماء الهرقمه اللي باش نسقيو بيه وباش نمرقو بيه.
ماناش باش نمرق بالماء العادي، الماء السخون العادي، لا هذا ماء الهرمي. نستحق بصلة متوسطة، نستحقوا مغرفة هريسة، مغرفة متاع ماكلة هريسة، مغرفة متاع ماكلة فلفل زينة، أقل من راس ثوم متاع نصف راس ثوم، عندنا لفاح فلفل أكحل، تابل، كروية، ملح. هذا لفاح متاع مدفونة متاعنا باش ناكلوه ان شاء الله. انا تو باش نشوفوا مع بعضنا السلق اللي فورته وعصرته بالباهي من الماء نتاعو، باش نقليه في الزيت. تقريبا حطيت نص لتر زيت من الكميه هذه باش نقليه ونشوفوا مع بعضنا. هذا السلق نتاعنا، هذا حطيت مقدار نص لتر زيت باش نقليه تو بالباهي. ديما نحطو باش نقليه في حاجه تكون غارقه. هذوما 6 فتات سلق، 6 فتات سلق على نار متوسطة، مش هادية على الاخر ومش متوسطة كالحاملة. انا توا نقليه ومن بعد نشوفوه كيف من بعد باش نقليه. اول سلق توا تقليه، شوفوا السلق ضاوه الورقة شاحت شوي، جيبولها هكايا ما عادش نلقاوها طريه، نلقاوها شاحت شويه مش تحرقت. رد بالكم، وكي نحطوا السلق ما نخليوش ونمشيو ديما نحركوه هكا. انا باش نهزو نحطو في الكسكاس، رد بالكم نزيد سخون ونخليه يستقطر. نحس الماء اللي في السلق كله تحت يقعد هو اوسط، ما يقعدش اخضر فاتح، يغمق شويه. رد هنا الاخت رد بالها من القليل البرشا يحرق لها يولي لها ما تعمقش، فرغوا بشويه بشويه وتخليه يستقطر الزيت هكايا ومن بعد نحيه. السلق اللي قليته حطيته الكل في وسط الرحاة تو وباش نرحيه حتى يولي كيما الفول. هذا السلق بعد ما فورناه وعصرناه بالباهي من الماء ومن بعد حطيناه في الزيت قليناه، بعد ما قليناه عصرناه من الزيت بالباهي ومن بعد رحيناه، تحصلنا على النتيجة هذه. هذا 6 قطت ولا 6 رباطي متاع سلق، تحصلنا على النتيجة هذه، على الكمية هذه. توا باش نحطو نطيبو نفوحو ونشوفو مع بعضنا خطوة خطوة. في الطنجرة حطيت كمية قليلة متاع زيت على خاطر السلق مش ياخد شي كمية، حطيت شوية باش نحط فيه الحم العلوش باش نخليه يتقلب وبعد نشوفو الطريقة اللي بعدها. قلل الحم باش نحط شوية فلفل أكحل، قلل معاه حسب الكمية اللي عندك. نحط البصل نحط طانس ملح هكا شوية برد باش يذبان البصل، ومن بعد نشوفو الفراخ ونعدلو في الهرسة تاع العلوش باش نحطها تتقلى مع اللحم والبصل والفلفل الأكحل.
نغطي عليه ونحط البصل الكرمل يتقليو شويه مع بعضهم ونشوف من بعد باش نعمل. توا قلى الكرمل، توا باش نحطو الهريسه باش نقليوها مع اللحم نخليوها تتقلى مدة دريج أقل 3-4 دقايق هكاك، خلي الدرج تقلى معاه ومن بعد نشوفو باش نعمل هكا يخلط كل من بعضو. لازم نحطو الهريسة ونخليوها اللحم والهرمة يشرب البنة تاعها، من بعد نحطو قليت الهريسة نحركو الماء، هذا الماء نتاع الهرم هو اللي باش نسقيو بيه، هو اللي باش نطيبو بيه. هذه المرقة نتاع الهرم نحط باش نقلي اللوبيا والسلق، نحطو الفراخ ونخليه يتقلي. حطينا في الطاجرة شوية زيت، اللحم معلوش، فوحناه بالفلفل الأكحل والبصل، رمينا معاه باش يتقلى الهرمة الطايبة. بعد حطينا شوية هريسة خليناها تتقلى معاها، مرقنا بماء نتاع الهرقمة اللي طيبنا فيه. توا باش نفوقو، باش نحطو الفاح، باش نحطو الثوم، هذا فلفل زينة، هذا المدفونة ما نحطوش فيها طماطم، ما تجيش فيها طماطم، تجي هريسة عربي نتاعنا ومغرفة فلفل زينة. هذا راس الحمود، هذا التابل مفوح، هذه مغرفة كاروي، هذه اللوبيا نتاعنا هاو دوب ما طرات شوية نحطوها. هذا مازلنا باش يتقلى الكل مع بعضه. ونحطو توا السلق، هذا السلق نتاعنا اللي قليناه ورحيناه، قليناه ورحيناه. هذه طريقة المدفونة. توا هذه التقلية باش نخليها على نار متوسطة قليلة تتقلى، ومن بعد نمرقها وخليها تطيب سلة 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 على نار هادية. هو كل شيء فيها طيب، خليها مدة ساعة غير ربع ساعة حسب الكمية اللي عندنا. طيب باش نخليها تتقلى ومن بعد ان شاء الله وقت اللي يجي باش نمرقها تو نشوفوها، نشوفوا التقلية نتاعها ونشوفوها هنا. المدفونة نتاعنا خليت كل قلاو مع بعضهم، خداو طعم من بعضهم. توا باش نمرق. هذا ديما الماء تاع الهرقة. هذه توا باش نرخي عليها النار ونخليها تطيب سلة 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 حتى تقر إيدامها. قبل ما تقر إيدامها بالدريج
باش نشوفوا توا الكعابر كيفاش الفاح اللي حطيناه له، ومن بعد نسقطوا الكعابر ونخليها تقري دامها على نار هاديه، ديما على نار هاديه، وان شاء الله نشوفوها في صحن التقديم. توا باش نعملوا الكعابر البنادق. خديت 300 غرام لحم بقري مفروم فرمته، خديت عليه شويه ثوم، شويه هريسه، نعناع، تابل وكرويه، شويه فلفل اكحل، شويه ملح. كل توا باش نعجنوا في بعضه. هذا البنادق اللي باش نحطهم في المدفونه. ندخل الفاح الباهي ونكعبرهم. لازم الفاح يكون في وسطهم بالباهي. هذه المدفونه بتاعنا، شوفي دامها مازالت شويه. طو باش نحط الكعابر هذوما البنادق، باش نحطهم ونخليها مدة دريج ونص يطيبوا البنادق، ونطفي عليها ان شاء الله نراوها في صحن التقديم. المدفونه نتاعنا حضرت، شفناها مع بعضنا خطوه بخطوه. هذا اللحم، هذه الهرقمه، هذوما الكعابر متبعه فيها اللوبيا. شفتوا الفاحه، ان شاء الله تجربوها تنجحوا فيها. صحة وبالشفاء كل اخوات.